زاويه الدخول واسعه كويسه. طبعا لما دخلت طبعا الخامات حلوه جدا من نوع الفاخر جدا. نبدا هنا ونشوف مساحه القدم بتكون شكلها ايه. لا مساحه القدم شويه ضيقه هنا مش واسعه، يعني رجلك يا دوبك داخله بالعافيه، ولكن مساحه الفرق بين الركبه والكرسي الامامي انا بس هوريكم دي كده شويه اهي. بص المساحه قد ايه، مساحه كبيره، مع اني مقدم مرجع الكرسي الامامي ترجيعه او ظبطه يعني فظيعه. انا قاعد وفارد رجلي قدام، ومع ذلك وانا قاعد ورا برضو ركبتي مش حاسس باي ضيق خالص. مساحه الهيد روم المساحه حلوه جدا مش وحشه، برغم ان السقف مايل، ولكن العربيه طبعا مش كوبيه، بس السقف مش مضايقك، يعني في مساحه حلوه جدا ما بين الراس والسقف. نيجي نشوف المساحه بتاعه الشولدر روم او مساحه الاكتاف. لو جينا قعدنا في النص مبدئيا طبعا قبل ما نروح كده قاعد في النص، النفق الفتيس هنا حلو جدا، مش عالي، يعني يا دوبك ربع عقله صباع ونص عقله صباع، فالمساحه حلوه، فاللي هيقعد في النص مش هيبقى متضايق. ده غير بقى كمان ان الكونسول نفسه مش هاجم على المقصوره الخلفيه، فاللي هيبقى قاعد مرتاح. نقعد بقى في النص كده ونجرب. طبعا مساحه النفق الفتيس مش مضايق خالص اللي قاعد في النص. المساحه على الاجناب بالنسبه للي قاعد في الطرف اليمين او في الطرف الشمال، فالكنبه تشيل 3 افراد متوسطي الحجم يميلوا للحجم الاكبر. ممكن يبقى في واحد متوسط بس يميل للحجم الاصغر، او متوسط يميل للحجم الاكبر. لا، ممكن هنا الكنبه تشيل فعلا 3 افراد متوسطي الحجم يميلوا للحجم الاكبر. ده غير بقى كمان انت قاعد ركبتك مش متضايقه من الظهر الكراسي الاماميه. نشوف برده هنا بقى ايه مساحه التخزين. هنا الباب الجانبي هنا نفس الخامات اللي جايه قدام، اللي هي برده جلد هنا جلد هنا، بيانو بلاك، اللي هي الفضي اللي جايه باللون المات، ميكس اللون الدارك جراي مع اللون الاوف وايت. المساحه بتاعه التخزين الجيب هنا برده مساحتها حلوه مش وحشه. وهنا في برده جيب في ظهر الكرسي الامامي. في هنا برده فتحات تكييف خلفيه، بس ما فيش هنا مثلا اي تحكم في الهواء بتاع المروحه بتاع التكييف، لكن الفتحات بس موجوده. وفي مساحه تخزين هنا برده، يعني لو معاك اي رفاعه صغيره كده عشان ما تضيعش منك ممكن تحطها هنا، وفتحتين يو اس بي. ونيجي بقى هنا طيب برده معانا في مثبت كراسي الاطفال او الايزوفكس، وفي هنا برده ارم ريست، وفي 2 كاب هولدرز. والمخده بقى هنا مش مدمجه مع الكراسي، لا هنا بتيجي بتتفتح لوحدها. تمام، ننزلها.